أكدت بعض المصادر الصحفية المقربة من نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم اليوم السبت اتخذت قرارها النهائي بإقالة مدربه التونسي مهدي النفطي وجميع أعضاء الطاقم الفني والطبي المرافق له إثر النتائج الأخيرة للفريق حسب ما فاد به بعض المحسوبين على النادي. وإضافة نفس المصادر أن سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي يستعد لإعلان رسمي خلال فترة استثنائية قاد خلالها رفقة طاقمه نادي الوداد الرياضي بعد تعثره في كأس العالم للأندية وخسارته أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية تكبدها الفريق في الفترة الأخيرة، كان آخرها هزيمة أمام شبيبة القبائل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.